300 مليون ريال سعودي في عامين. الهلال السعودي يغري محمد صلاح براتب خيالي. كشفت تقارير إعلامية سعودية عن تفاصيل جديدة بشأن العرض التاريخي الذي تقدم به نادي الهلال السعودي للتعاقد مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وقال برنامج سبورت سنتر المذاع عبر القنوات الرياضية السعودية إن الهلال السعودي سيقدم راتبا سنويا قدره 150 مليون ريال بعقد لمدة عامين من أجل إقناع محمد صلاح بالانضمام لصفوف زعيم آسيا. وقالت صحيفة اليوم السعودية: قد يكون تعاقد الهلال مع محمد صلاح قد تم بالفعل، ولكن من أجل تمثيل الفريق في كأس العالم للأندية 2025 في ظل تفاوض الزعيم مع أكثر من نجم لتمثيله في تلك البطولة. في السياق ذاته سلطت الصحافة الإنجليزية الضوء على أنباء اقتراب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي من الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وقالت صحيفة أنفيلد ووتش: إدارة الهلال تريد محمد صلاح ليحل محل نيمار ويشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية. وطلب خورخي جيسيوس المدير الفني لنادي الهلال توقيعا قويا ليحل محل نيمار الذي خرج إلى حد كبير من خططه للفترة المقبلة. وأضافت الصحيفة: لم يتم تأكيد رحيل محمد صلاح رسميا، وسيحرص ليفربول على الاحتفاظ بلاعبه الأساسي بعد نهاية الموسم، لكن التقارير الأخيرة الواردة من المملكة العربية السعودية لا تشير إلى احتمالية ذلك. واختتمت الصحيفة: سيظل أنصار الريدز متفائلين بأن نجمهم سيبقى في ليفربول ويقود النادي إلى النجاح لسنوات عديدة قادمة، لكن الوقت وحده هو الذي سيخبرنا بما يحمله مستقبل اللاعب البالغ من العمر 32 عاما. كما قالت صحيفة أخرى أن مستقبل محمد صلاح مع نادي ليفربول يمر حاليا بمنعطف خطير، حيث بات اللاعب المصري الذي ينتهي تعاقده مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي يبتعد بشكل متزايد عن قلعة الأنفيلد. وكان المستشار تركي آل شيخ قد أنزل صورة محمد صلاح على صفحته دون كتابة أي تعليقات على الصفحة، وهو يشي بذلك الأمر إلى أن محمد صلاح قد اقترب من العودة إلى الدوري السعودي، وهو الأمر الذي ستكشف عنه الأيام القليلة القادمة. حتى قال البعض أن تركي آل الشيخ أعلن انتقال الفرعون الصغير محمد صلاح لنادي الهلال السعودي وداعا ليفربول. نادي الهلال السعودي يحصل على توقيع محمد صلاح لمدة 6 أشهر لتمثيل النادي في كأس العالم للأندية مقابل راتب 10 مليون يورو أسبوعيا، وهو الراتب الأعلى في العالم وفي تاريخ كرة القدم. بينما كانت التعليقات كثيرة جدا، ومعظمها من المصريين الذين يعترضون على أن انتقال محمد صلاح من ليفربول سيكون هدف غير مبرر وغير سعيد بالنسبة لهم. لكن بعضهم يقولون أن مبلغ 300 مليون ريال يعملوا كام مصري؟ عاوزين نحسب له. واحد كتب تاني: مبروك تستحق يا أسطورة. وواحد تاني علق: مداعبا هيعمل عمرة ببلاش. ويعني تم الإعلان الرسمي من قبل ليفربول أو صفحة صلاح الرسمية أو صفحة الهلال الرسمية، ولا كلام على السوشيال ميديا وخلاص. تعليقات كثيرة تتحدث أنه لن يستطيع محمد صلاح ترك ليفربول، ولا أعتقد أنه يترك نادي ليفربول عشان نادي عربي. عموما الأيام القليلة القادمة سوف تكشف تفاصيل هذا الحدث، وهل سينتقل محمد صلاح من بريطانيا من ليفربول إلى المملكة العربية السعودية أم لا، وهل ستصدق نبوءة أو ما نشره المستشار تركي آل الشيخ حول انتقال محمد صلاح إلى السعودية أم لا.